كنت في سنة من السنين ومتفوق جدا كالعادة في الجامعة. واحد من المشايخ يقول لي: يا جماعة لازم متفوق. أنا 10 سنين قعدتهم في الجامعة كنت متفوق جدا. طب متفوق جدا وقعد 10 سنين في الجامعة بتعمل إيه طيب؟ فعاوزين واحد هو قاعد بيذاكر عشان كده. خلي بالك يا جماعة، اللي هيذاكر بالنية دي مذاكرته غير. ده مش واحد داخل يذاكر كلمتين عشان ينجح آخر السنة. لا، ده احنا هنلاقي واحد ايه بقى، ده فتح مراجع وبيفهم المسألة عاملة ازاي واصلها ايه. طب ولو ضفنا مش عارف ايه، طب لو عملنا ايه، كده. ليه؟ عشان يسد الثغر ده. ما احنا برضو مش عاوزينك على نفسنا يا جماعه. يعني انت يقول لك عشان اسد الثغر مش عشان ارفع الحرج مش عارف. طب انت بتعمل ايه؟ بذاكر اخر شهرين. انت كده رفعت ايه؟ ان شاء الله انت رفعت ضغط ابوك وامك و... مش كده؟ رفعت ايه؟ انت كده بتعمل ايه؟ انت كده داخل تنجح، تاخد الشهاده من هنا. تعالى بعد شهر اسالك في اي حاجه ولا فاكر حاجه. يا جماعه احنا في كارثه. والله في كارثه. يعني احنا اجيال بتطلع مهمشه في كل شيء، دنيا ودين. طيب، كل حاجه حواليك بتساعدك على ده، انك تكون مهمش، تكون يعني غارق في التفاهه. مفيش حل غير فيك انت انك تسترجل. ما هو انت هتلاقي الدراسه بتشجعك على كده. دلوقتي يعني انا صدمت، الجامعات دلوقتي بقى عادي جدا انك ايه، الجامعه يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع. انا صدمت، أنا ما كنتش اعرف ده. احنا يعني انا ما اعرفش هندسه كمان بقت كده ولا ايه، بس عشان ما. يا خبر ابيض. احنا كنا هندسه، كنا بنروح من 8 الصبح نمشي 7 بالليل. واليوم اللي نمشي فيه بدري كنا بنمشي 4 5. كنا كده في هندسه. ما يعني ممكن كمان الايام ما تكفيناش والسكاشن ما تكفيناش والمعيد يجيبنا يعني انا اذكر من الحاجات اللي كان عندنا دكتور. احنا طبعا هندسه يعني هندسه عين شمس كان كل شيء وعافية. هتلاقي المتدينين فيه ودكاتره وكل الطيارات، والناحيه التانيه علمانيين ما بيركعوهاش، ومحاربين مش محاربين لتدينك، محاربين للدين. يعني هو لا، هو مشكلتهم في الدين. فكان عندنا مثلا دكتور كان يجيب الشباب قبل صلاه الجمعه يوم الجمعه، ويفضل في المحاضره، محاضره مجمعه، لغايه ما نعدي صلاه الجمعه. ده كان موجود عندنا. فالشاهد يعني انا ليه جبت بس الذكر ده؟ مش عشان صلاه الجمعه، عشان ما كانش بيكفيهم الوقت يجيبوا لنا الجمعه. ده اللي انا يعني. فانا الحقيقه انا مستغرب. يعني طب طالب هندسه ده اللي هيقعد 3 ايام بس في الاسبوع بيدرس ده هيخرج واخد ايه ده؟ انا مش عارف والله، ما عارف يعني هو هيخرج واخد ايه ده. فانت كل شيء بيشجع انك تكون خلاص انت خارج مفرغ من جوه، مخوخ. مفيش امل بعد ربنا سبحانه وتعالى غير ان انت يكون عندك همه باعثه فعلا ليك انك تتعلم عشان تسد الثغر. ما هو لو انت فاكر انك هتسد الثغر بنوع الدراسه دي، انت بتهرج. انا هنا مش جاي يعني موت على الطريق. لو انت، احنا هنيجي كمان شويه نقول ان احنا محتاجين بقى كمان ناس شرعيه. يعني امبارح كنت قاعد مع شباب، امبارح او اول مش فاكر، مجموعه شباب خارجين ازهر، ثالثه ثانوي ازهر، وهم كانوا بيمثلوا شريحه اكبر. يعني هم 30 واحد متخرجين وانا كنت قدامي 10. فبساله دول ثالثه ثانوي ازهر، قلت لهم كام واحد منكم دخل كليه شرعيه؟ طلع كام واحد؟ واحد من ال 30. وده شيء عجيب جدا. واحد من 30 واحد دخل كليه شرعيه. انا كنت رايح ادردش معاهم شويه، انا قلبت الكلام كله. انا يعني ما كنتش محضر كلام، لكن ما كنتش برضو ناوي اتكلم في السكه دي. قلبت الكلام كله على احنا فين من الدين. يعني لما بتوع الازهر، ثانوي ازهري، عازفين عن الكليات الشرعيه، من يحمل الدين؟ ما تجيش بعد كده تقول لي ايه بقى، لا اصل انا الثغر بتاعي مش عارف ايه. انت بتهرج. لا، انت مش عشان ثغر، انت بتجري ورا دنيا. لما تكون ازهري ومخلص ثالثه ثانوي ومن 30 واحد بس اللي داخل كليه شرعيه، وتقول لي اصل الثغر بتاعي. ولو بصينا لهم بقى كلهم، قعدنا دخلنا في التفاصيل، هنلاقي معظمهم داخل اصلا في الاخر بيزنس. ثغر ايه؟ ده مش تحقير من البيزنس، اقصد العدد كتير يعني في البيزنس. فايه الثغر يعني؟
ايه الثغر اللي انت رايح تقف عليه؟ يا ابني لو مت يا ابني، انت دلوقتي انت ميت على ايه اصلا؟ ميت على ايه؟ احنا محتاجين رجال يا جماعه. احنا مش جايين يعني ايه، مش جايين نجمل الكلام ولا نطبطب ولا احنا محتاجين رجال. وهذا الدين يا له من دين لو ان له رجالا. فاحنا محتاجين رجاله. خلاص. فالنيه الثانيه عشان ما نخرجش بره الكلام. النيه الثانيه ان احنا نرفع الحرج عن الامه. وعشان نرفع الحرج عن الامه ما تنفعش مذاكرتك دي يا ابو ساعتين في اليوم، ولا فضلا عنك ما تجيبهمش كمان ساعتين في اليوم. انت كده مش هترفع حرج عن حد. انت كده انت عايش زيك زي بقيه الناس. دكتور مين هنا هندسه عين شمس؟ بس يكون كبير شويه. اللي هاته دكتور خالد شرف. مم. طيب. الدكتور خالد يعني مما اعلم عنه بقى، دي محتاجه ايه يعني تبحثوا وتشوفوا صح ولا غلط، بس يعني إيه من قالها لي انا اثق فيه يعني. بيقولوا ان الدكتور خالد اعلى تقدير تراكمي في هندسه عين شمس منذ انشئت. وان لم يكن كذلك فهو يعني من الاعلى يعني. وراجل دينه ما فيش بعد كده. يعني الشيخ اسامه حامد. الشيخ اسامه حامد كان هندسه عين شمس. فكان بيتكلم عن الدكتور خالد شرف. يقول لنا كان هو اعلى حاجه في كل حاجه. يعني دراسه هو طبعا شارخ، دين شارخ، دعوه شارخ، كل حاجه. ماشي. واللي منكم بقى شافه هو يعني حتى سمته باين كل حاجه. دكتور خالد معروف في الجامعه جدا، وتيجي وقت الصلاه يوقف المحاضره وينزل يصلي في المسجد ويطلع يكمل محاضرته. ف دي ناس نقول دي واقفه على ثغر. دي عملت اللي عليها. عملت اللي عليها. وصل في العلم لاخر نقطه يعرف يوصل لها هو. انما بتذاكر لي ملزمه ومالكش نفس تفتح الكتاب وتقول لي انا واقف على ثغري فين. لا، احنا كده واقفين على النواصي. دي مش ثغور. دي مش ثغور. ولا دي مذاكره واحد واقف على ثغر وعاوز يرفع الحرج عن امه المسلمين في مجاله، يعني في طب بقى، في هندسه، في اي حاجه. حتى بتوع البيزنس يعني انت فين انت من انك يعني توسع رقعة مذاكرتك علشان تشوف الأنظمة الغربية اللي بتذاكرها والأنظمة الإسلامية، وإزاي نقدر نوفق بينهم، وإيه نقط التلاقي ونقط الاختلاف اللي ما فيش فيها تلاقي. يعني لو سألت أي واحد بقى دي حياته، تعرف تاخد المايك وتكلمني في ده؟ المفروض يعرف. ما خلاص، ما دي حياتك. وانت جاي بتقول لي انا بكلم الناس المتدينه. فاذا ما كانش كده ففي عندنا خلل الحقيقه. ايه تاني من النوايا؟ كده خدنا كام نيه؟ اتنين. بر الاباء. طبعا انا امي الله يرحمها كانت موضوع البر ده يعني كانت ايه تقعد كلام بقى الامهات بتوع زمان، يعني تقول لك ايه بقى، تعالى مش عارف دف على قبري لو جبت احنا كان ثانويه تانية وثالثه، يعني مش سنه واحده. دلوقتي سنه واحده مش كده؟ ف وجبت مجموع كويس في تانية. دخلت ايه بقى، تعالى انا خلاص يا حاجه، ما احنا جبنا مجموع كويس هو بالنسبه له طبعا خوف، يعني خوف على الولد. المجموع الكلي كان 100.5%. كان فيها 4 درجات تفوق رياضي عشان كنت اول جمهوريه، و96.5 من غير التفوق الرياضي. وبفضل الله يعني كنت ادخل اي كليه. انا كنت علمي رياضه. اي كليه كنت ادخلها بدون التفوق، يعني ما كنتش محتاج التفوق الحمد لله يعني. ف في تانية دي يعني في ثالثه ثانوي اللي هو السنه الثانيه من الثانويه، اتذكر موقف. ده كله في موضوع يعني البر بالابي والام، يعني اني رحت اجيب الشهاده انا وامي من المدرسه وانا في ثالثه ثانوي. وبعدين خدت الشهاده فببص. انا طبعا كنت بحب الرياضه جدا، الرياضه اللي هي رياضه، ماده الرياضه يعني مش وبحب الرياضه برضو بس يعني. فكان في رياضه واحد ورياضه اتنين. ماشي. فرياضه اتنين انا كنت في ثالثه ثانوي، فده رياضه اتنين. فبصيت في الشهاده، ما بصيتش عليا، بصيت على رياضه اتنين، فلقيت جايب 49 ونص من 50. رحت رامي الشهاده وقعدت اعيط. انا ما اعرفش جايب ايه بقيه المواد، انا بس النص درجه دي يعني انقص نص درجه ليه في الرياضه؟
وامي كانت واقفه بعيد، كان هيغمى عليها. هي طبعا هي شافت المنظر ده، انا سقطت يعني. هي وجت بقى جاريه بقى بتزعق وتصوت في ايه ومش عارف. وانا ما شفتش، هي اللي خدت الشهاده، بصت على بقيه الدرجه، هي اصلا ما بقتش فاهمه انا بعيط ليه يعني، هي خدت الشهاده. انا ما بصيتش، ما بعرفش بقيه المواد كنت عامل فيها ايه وقتها يعني. فالبر مهم جدا، وانك تدخل الاوضه علشان تذاكر بنيه بر ابيك وامك، ده من اعلى الثواب اللي ممكن تحصله. وانك تسد الثغر، او انك ترفع الحرج عن الامه، دي نيه مهمه جدا جدا. لكن زي ما بقول لكم كده، يبقى ده لازم نرى له اثرا في نوع المذاكره بتاعتك، شكل مذاكرتك. طيب ايه تاني من النوايا؟ الدعوه يقول لك ايه السنيه دول؟ ايه؟ فشله و ايه، دراويش. يا ريت والله، عارف لو احنا دراويش. يا ريت يعني حتى دي. فانت بتصد عن سبيل الله، يعني انت من غير ما تتكلم اهو، يعني فاهم، انت بتصد عن سبيل الله. والراجل زميلك ده هو بس لو محترم مش هيفتح بقه ويكلمك، يقول لك يا عم روح يا بس ايه ذاكر يا عم ذاكر. يعني انت تيجي قال الله وقال الرسول تعالى اقعد معانا في مش عارف ايه، هو جواه معنى ايه؟ يا عم روح ذاكر لك كلمتين بدل ما انت ايه ببلط فيها ثالث سنه في سنه اولى مثلا يعني. هو راجل محترم فبيقول لك ايه، طب ان شاء الله بقى ايه، توكل على الله وانا هحصلك. ده عشان محترم. طب مين اللي صد عن سبيل الله؟ انت. مش كده؟ طيب انت ده ليه؟ لان الناس معظمه الدنيا. انا هنا النهارده مش جاي اصلح الكون، يعني مش جاي اقول لك ايه المفروض الناس ما تعظمش الدنيا، هي الناس معظمه الدنيا. خلاص خلصنا من دي. فلو انت اجتهدت في الحته دي علشان تبقى عند الناس اللي هي معظمه الدنيا دي مثالا، لما يبصوا له يقولوا اه يعني ايه، ما يخافوش ان هم يتدينوا، تثاب على هذه النيه، دعوه الى الله. ماشي. فدي دعوه الى الله. عندنا مره في هندسه برضه عملوا حركه نص كم كده في هندسه اتصالات، برضه امتحان طويل وجابوهم مش عارف وقت ده صالات ايه قصه كده برضه كانت ايه يعني، هيفوت عليهم حاجه يعني. وراحوا جايين العشرة الاوائل في اتصالات، اتفقوا وعملوا ايه خطه. وقت الاذان في اللجنه راح اول الدفعه قايم مأذن، والتاني قايم قايم الصلاه، والثمانيه هم كانوا عاملين خطه يعني، الثمانيه راحوا قايم. فطبعا لو كانوا اي 10 غيرهم، كان الطلاب اول حاجه يشوفوا ايه الفشله دول اللي، والدكتور ما عرفش يعمل حاجه، ما هو دول العشرة الاوائل بتوع الدفعه يعني، ما يعرفش يقول عنهم حاجه. يعني لو واحد ولا اتنين بس، دول ما حدش يعرف يتكلم معاهم، او يعني او يظن فيهم شيئا. ماشي. فاحنا محتاجين نذاكر عشان تبقى دعوه الى الله. في وانا في الجامعه، وانا طبعا قاعد ايه بدردش يعني، احنا اخوات يعني، وانا في الجامعه كنت معايا مجموعه شباب من المنطقه اصغر مني، يعني في ثانوي في اعدادي، نقعد مع بعض في المسجد وكده. وبعدين فواحد منهم جاي بيحكي لي، بيقول لي ان واحده صاحبي، طبعا ده شيء غريب ان يعني الولد فجاه في مسجد وبيحفظ قران وحاجات زي كده. فصاحبه والدته، وهو كان في مدارس راهبات، فطبيعي ان يبقى يعني ايه صاحبه والدته ممكن ما تكونش مسلمه يعني. فمش عاجبها الحال، فعاوزه ايه تسخن امه على ايه، على الموضوع. فجاي هو بقى اللي جاي بيحكي لي، يعني هو بيحكي لي برضه بطيبه يعني، هو مش يعني مش فاهم اللي بيحصل. فقلت لها ايه، وايه ده بقى راخر اللي قاعد معاهم ده هيطلع ايه ده ولا في ايه ده؟ قالت له فقالت لها ده في هندسه عين شمس. وقعدت بقى تقول لها شويه حاجات في الرياضه وبتاع. فالتانيه ايه، ما عرفتش تتكلم، سكتت. فطب هو ده معناه ان يعني هو ده انا بقولش ده صح وده غلط، بقول لك هو ده تقييم احنا في الدنيا دي كده، غصب عننا احنا عايشين في الدنيا كده. فلو انت ذاكرت بالنيه دي، تثاب ان شاء الله على هذه النيه. انا طبعا متحرك شويه وانا بحكي، بس ايه يعني انا مش محضر حكاوي لغيري، فهو بتطلع كده يعني. آه كنت في سنه من السنين ومتفوق جدا كالعاده في الجامعه. واحد من المشايخ يقول لي يا جماعه انتوا متفوقين، انا 10 سنين قعدتهم في الجامعه كنت متفوق جدا. طب متفوق جدا وقعد 10 سنين في الجامعه بتعمل ايه طيب؟ انا قاعد خمسه بس عادي يعني. آه وبعدين كان ليا واحد معيد عندنا يعني، وكان حبيبي يعني. مش عاوز اقول اسماء بقى عشان طبعا الفيديو كده. فاتصلت بيه، كان هو في الكنترول بقى يعني،
بقول له ايه عملت ايه؟ انا كنت قلقان جدا السنه دي جدا. فقال لي ما تقلقش، انا جالي ورقه كذا والحمد لله عديت فيها. قلت طيب تمام. انا كنت قلقان عاوز اعدي يعني السنه دي، لان كان عندي حاجات انشغالات تانية كتير برضو. انا على فكره يعني مش انا قاعد ياسا، لا كان عندي انشغالات تانية كتير فعلا. وبعد شويه كلمته قال لي لا ما تقلقش، ماده كذا برضو ايه عديت يعني في طب الحمد لله، وايه خلاص انشغلت عنه وانشغل عني وخلصت. السنه اللي بعديها فانا داخل، هو طبعا ايه ما عبرنيش بعديها يعني ولا كلمني ولا. فانا كنت متضايق يعني. انا طبعا الفضل الله يعني الحمد لله نجحت يعني. آه وبعدين فانا داخل المسجد قابلته بقى السنه اللي بعديها، فبقول له يا فلان انا زعلان منك. قال لي ليه؟ قلت له انا لا باركت لي ان انا نجحت ولا. قال لي نعم. انا مش عارف قلت له ايه في ايه. قال لي انت ايه؟ قلت له نجحت. فراح جايب قلت قال لي نجحت زي ما قلت له نجحت صافي. قال لي ايه؟ فراح جايب بقى واحد زميله من المعيدين، قال له فلان نجح. قال له ايه؟ قال له صافي. انا مش عارف في انا يا طب انت يعني. فاحنا كان عندنا حوالي 12 ماده او حاجه زي كده. قال لي يا امجد انت مش ناجح غير في المادتين اللي انا قلت لك عليهم. طبعا هو كان حصل حاجه السنه دي. انا فعلا انا فعلا بذاكر يعني مش. بس هو السنه دي كان حصل حاجه يعني فيها. وبعدين والله يا جماعه هذا حدث يعني، وانا ده لا حيله لي فيه. انا لا بقول انا حاجه ولا خالص والله، يعني هو من الله. نايم في مره كده بالليل وعدى قدامي موقف، والله هذا حدث مشهدين. مشهد امي الله يرحمها كان ساعتها عايشه يعني، ومشهد الدعوه في المنطقه الشباب وعائلتهم. وان انا لو حصل حاجه الاثنين دول هيتاثروا. وده كان ده كان شغلي فعلا فعلا يعني. والله ده اللي حدث. ما كانش في دماغي خالص حاجه تانية. انا مش عاوز امي تزعل ومش عاوز الدعوه تتاثر، ان يتقال فلان ساقط او فلان بيجيب حاجه وحشه او كذا. وما دعيت، ما قلتش غير يا رب. قلت يا رب ولكن حدث في داخلي شعور عجيب وقتها. انا قلت يا رب بس، وداخلي كأن السماء فتحت لها هذه الكلمة. يعني انا استشعرت هذا المعنى، ان السماء فتحت واخترقت كلمة يا رب السماوات في هذه اللحظة. وانا لا انا اذكر الموقف ده كأنه امبارح. انا فاكر نايم فين والهيئة عاملة ازاي وكان ده فعلا اللي شاغلني، امي والدعوة. فمفيش حاجة على ربنا بعيدة. انا مش بقول لك يعني، برضو لعل يا جماعه من المعاني هنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرى فعلا ان انت يعني انت يعني ايه مش بتدلع يعني خلاص انا بس يعني خلاص ده اللي في ايدي وخلاص يعني هي دي طاقتي متوزعه على حاجات كتير وخلاص. يعني بعد كده بقى ياتي دور ربنا سبحانه وتعالى وقبل ذلك يعني انما هنا خلاص ده توكل محض، هتعمل ايه؟ فده من المواقف العجيبه اللي عدت عليها في حياتي الحقيقه. فاحنا عاوزين برضو يبقى الدعوه في دماغنا شويه خلاص. وان يبقى انت لو انت بتذاكر بنيه الدعوه الى الله خلاص. رب تلاقي ايه الدعوه ماشيه معاك، ان الناس خلاص شايفاك متفوق، شايفاك من الاوائل، شايفاك كذا شايفاك كذا. هتتكلم في اي حاجه. وعلشان كده انت بتروح لطبيب ماهر مثلا، لو لقيته راجل مصلي، لقيته مش عارف ايه بتاع بتنشرح له. وممكن تسمع له في حاجه تانية غير الطب. لو كلمك في الدين لقيت ده واحد بقى لا فاهم طب ولا فاهم، هتسمع له ليه ده؟ فدعوه الى الله دينيه برضه تثابون عليها.